في الفيديو ده مش هخليكم تشيلوا اي هم بقعة صدى تاني مهما كان خامة الملابس او اللون بتاعها، بمكونات بسيطة جدا موجودة عندنا في كل مطبخ. كل اللي عليكم تصلوا على النبي وتكملوا معايا الفيديو للاخر. زي ما انتم شايفين دي بقعة صدى، والمصدر الوحيد اللي بيخلي البقعة ديت تظهر في الملابس هي ملامسة الملابس وهي مبلولة لاي حاجة معدن قبل ان هي تصدي. زي مثلا الزرار اللي بيكون موجود في البنطلون الجينز لو الخامة بتاعته مش نظيفة، او ممكن المعادن اللي بتكون موجودة في اطراف الهودي، او ممكن المشابك الخشب اللي احنا بننشر بيها، وده طبعا بيكون بسبب الحديد اللي بيكون موجود في المشابك. عشان بقى نطلع البقعة ديت من الملابس، البقعة دي ما بتحتاجش لاي منظفات، لان مفيش اي منظف يقدر يشيل البقعة ديت بالكامل، والحاجة الوحيدة اللي تقدر تطلع البقعة ديت اي محلول حمضي، وده اللي هنعمله مع بعض دلوقتي بمكونات بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت. طبعا اول حاجه هنحتاجها هنجيب عندنا اي علبه صغيره فاضيه، ويفضل ان هي تكون بلاستيك. بعد كده هنجيب من عندنا نص ليمونه ونعصرها في العلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا هنا هعمل كميه صغيره على قد البقعه اللي قدامكم دي بس، لو عندكم بقعه اكتر من كده ممكن تكتروا الكميه شويه. بعد كده هنجيب عندنا اي نوع خل طعام احنا بنستخدمه عندنا في البيت، وهنحط قد كميه الليمون هنحط خل برضه. بعد كده بقى هنجيب ربع معلقه ملح وهنحطه بقى على المكونات ديت ونقلبهم في بعض كويس جدا، وبكده بقى عندكم محلول حمضي قوي جدا تقدروا تنضفوا بيه اي بقعه صدى في اي ملابس، سواء كانت بقى ملابس بيضه او ملابس ملونه او اي خامه ملابس مهما كان القماش بتاعها او الخامه بتاعتها. بعد ما نقلبهم بقى في بعض كويس بناخد بالمعلقه كده وبنحط مكان البقعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه نوزع المحلول كويس ونخلي المحلول يدخل ما بين النسيج بتاع الملابس. بقع الصدى البقعه الوحيده اللي ما بتحتاجش خالص فرش في التنظيف، احنا بصبعنا بس كده بنيجي مكان البقعه وبنفركها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتم ملاحظين البقعه الصغيره بس هي اللي اختفت، واللي اتفضل بس البقعه اللي بيكون تركيزها عالي، ودي بتحتاج مجهود شويه. يعني مش اول ما هتحطوا المحلول البقعه تختفي في ساعتها. طبعا كل ما هتحطوا محلول على الملابس او تزودوا المحلول شويه على الملابس وتفركوها بصبعكم، كل ما هتلاقي البقعه بدات تختفي معاكم بالتدريج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في بديل تاني كنت انا قلت عليه قبل كده بس تركيزه بيكون عالي شويه، وهو اي منظف حمامات او اي منظف مراحيض. طبعا كل المنظفات دي بتكون حمضيه عشان الصدى اللي بيظهر مكان القعده او مكان الحمامات او المعادن اللي بتكون موجوده في الحمامات بتاعتنا. طبعا دي برضو تقدروا تنضفوا بيها بقع الصدى، بس طبعا بتخففوها ميه الاول عشان ما تحرقش معاكم الالوان بتاعه الملابس. زي ما انتم شايفين اهوت البقعه بتختفي بالتدريج، وزي ما قلت لكم كل ما بتحطوا محلول على الملابس وتفركوها بصبعكم كل ما هتلاقي البقعه تختفي معاكم خالص. واهم حاجه طبعا نستخدم صباعنا بالدعك بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبلاش نستخدم نهائي اي فرش، لان كتر الدعك في الملابس بالفرش طبعا بتخلي الوبره تتاكل مننا وبيضعف النسيج بتاع الملابس. وطبعا زي ما قلت لكم بقعه الصدى مش محتاجه اصلا لاستخدام اي فرش، هو بايدينا بس كده بتلاقي البقعه تختفي معاكم خالص. زي ما انتم شايفين اهوت الحمد لله البقعه طلعت بالكامل ومبقاش ليها اي اثر. اهم حاجه بقى بعد ما تطلعوا البقعه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تاخدوا قطعه الملابس قبل حتى ما تتغسل في الغساله تشطفوها الاول تحت الميه، وده لانها لو استنت لفتره طويله في الملابس ممكن تحرق اللون بتاع الملابس وتغير الوانها. يا ريت بقى ما تنسونيش بدعوه حلوه وتعملوا لايك وشير للفيديو ده على قد ما تقدروا، لان في ناس كتير بتواجهها البقعه ديت وما بتعرفش تنضفها وبتعرفش تستفاد من الملابس وبترميها. فيا ريت بقى نعمل شير على قد ما نقدر عشان غيرنا يستفاد.